خير الأنام وعلى آله وصحبه أجمعين. أشكر الشيخ الذي تفضل بتقديمي وعلى هذا التقديم، وأضيف أنني أعمل أستاذ متفرغ بكلية الآداب جامعة عين شمس، متخصصة في الدراسات التركية بشكل عام وفي الدولة العثمانية بشكل خاص، ولي اهتمام واسع بقضايا الأتراك وحضاراتهم بشكل موسع. جئت من القاهرة بلد الأزهر، ولا أظن أنه يوجد في أقطاب الأرض التي وصل إليها الإسلام من لم يتعلم هو أو أحد أقاربي في الأزهر قلعة الإسلام في مصر، ولعل إخوتنا من تركستان ومن آسيا الوسطى وأفريقيا وأوروبا يعرفون فضل الأزهر على العلم الإسلامي. أود في البداية أن أشكركم جميعا وأرحب بكم، وأشكر هيئة علماء المسلمين على تفضلها بتوجيه هذه الدعوة لي، وهو أمر معهود منهم بشكل دائم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقول أن تركستان الشرقية جزء من تركستان الكبرى، مفتاح آسيا وقلبها، أعز الله أهلها بالإسلام فكانوا له عونا وعضدا. أود أن أقول في البداية أن المؤرخين المسلمين قبل القرن التاسع عشر الميلادي لم يستخدموا اسم آسيا الوسطى أو اسم تركستان الشرقية، فهما تسميتان أنتجتهما عصور الاستعمار والغارة على العالم الإسلامي، إنما عرفوا اسم تركستان ووصفوها بأنها بلاد الترك. وقد أطلق العرب على جنوب تركستان اسم بلاد ما وراء النهر، أي ما وراء نهر جيحون، واستمروا في استعمال اسم تركستان في الإشارة إلى المناطق الشمالية والشرقية منها، واستعمله البعض في الإشارة إلى تركستان كلها. هاتان التسميتان تركستان هما مفتاح وبلاد ما وراء النهر في تقديري هما مفتاح دراسة الحضارة الإسلامية في العصور الوسطى. فأنا الحقيقة لا أؤيد استخدام اصطلاح آسيا الوسطى أو تركستان الشرقية مجردة، إنما هي تركستان وبلاد ما وراء النهر كما وردت في كتب المؤرخين المسلمين على مدار قرون. فالتركستانيون أصحاب حضارة عريقة هي جزء من حضارة الإسلامية، وتاريخهم أيضا جزء من تاريخ المسلمين. كان الأتراك القدماء في بداية أمرهم يعتقدون عددا من العقائد الوضعية كالبوذية والشامانية والزرادشتية والمانوية وغيرها، ووصل الإسلام إليهم في القرن الأول الهجري عن طريق قتيبة بن مسلم إلى تركستان، غير أن القرن الرابع الهجري يعتبر نقطة تحول في تاريخ العلم عند المسلمين وفي تاريخ تركستان أيضاً، ففيه تحول التركستانيون إلى الإسلام بشكل جماعي عندما أسلم ساتوك خاقان الإمبراطورية القرخانية وعاصمتها كشغر، وكان أول حاكم تركي يعتنق الإسلام، ومن ثم أسلمت معه قبيلته وكان عددهم يقارب 500,000 نسمة. ولهذا نقول أن الأتراك أسلموا بشكل كتلي أو بشكل جماعي ككتلة كبيرة في يوم واحد. وفي عهده أخذت تركستان تزدان بمعالم الحضارة الإسلامية، فأقيمت المساجد عوضاً عن المعابد، وكان نصيب كشغر منها كشغر وحدها حوالي 300 مسجد. انتشر الدعاة المسلمون يحملون رسالة الإسلام في جميع أنحاء تركستان وعلى أطرافها لينشروا الإسلام بين الأتراك، وقد أثمرت هذه الجهود عن إسلام عدد كبير منهم. فكما يذكر ابن الأثير أن المسلمون في عام 435 هجرية أن الأتراك
أسلم منهم في عام 435 هجرية أعداد كبيرة، وضحوا في يوم عيد الأضحى ب20,000 رأس غنم للدلالة على حجم من اعتنق الإسلام منهم في ذلك الوقت. انتشر الإسلام في تركستان بين الأويغور وبين الأوغوز، وهم من أكبر قبائل الترك، ومنهم خرج السلاجقة قاهروا الروم في موقعة مالازجرد عام 463 هجرية، ثم العثمانيون أصحاب الفتوحات الكبرى في الأراضي الدولة البيزنطية، ووصلوا بالإسلام إلى قلب أوروبا. كما أقام التركستانيون دولة قوية في أفغانستان والهند، هي الدولة التيمورية، واستطاع مؤسسها ظهير الدين محمد بابر شاه أن يثبت أقدام المسلمين هناك، وحافظ أبناؤه عليها حتى القرن ال19 الميلادي. شعر مسلمو تركستان منذ الوهلة الأولى بالانتماء إلى دولة الإسلام الكبرى، فتواصلوا مع الخلافة العباسية في بغداد وأظهروا الولاء لها، وضربوا العملة باسم الخليفة القادر، وقرأوا الخطبة باسمه، ودعوا له على منابر بلادهم. وفي ظل الدولة العباسية وضع محمود الكشغري أول كتاب جامع للغات الترك، وهو ديوان لغات الترك الذي كتبه باللغة العربية. فقد اتخذ الأيغور تخلوا عن أبجديتهم القديمة، واتخذوا الحرف العربي في كتابة لغتهم، وظل هذا الحرف العربي مستخدم إلى مطلع القرن 21. وبهذا الحرف نستطيع أن نقرأ تراث هذه المنطقة. قبل أن سمعت مؤخرا أنهم لجوا إلى استخدام الحروف اللاتينية، لكن على أي الأحوال هم اتخذوا الحرف العربي شأنه شأن جميع الشعوب التركية التي اعتنقت الإسلام أو غير التركية حتى، فنجد الأردو بالحرف العربي، الفارسي بالحرف العربي، اللغة التركية العثمانية حتى قبل 100 عام أو أقل كانت تكتب أيضا بالحرف العربي. وكتب محمود الكشغري كتابه أيضا باللغة العربية لأنها أصبحت لغة العلم، ومن خلالها قدم التركستانيون خدمات جليلة إلى العلم الإسلامي في كافة فروعه سواء النظرية أو العلوم التطبيقية. وكتاب محمود الكشغري هو أول كتاب جامع للغات الترك، وهو كتبه باللغة العربية، وهي اللغة التي اتخذها الترك بعد إسلامهم لغة للعلم، وبها كتبوا وألفوا وقدموا للحضارة الإسلامية فقها وتفسيرا وتراثا ما زال قائما إلى اليوم. ويقدم ديوان لغات الترك صورة جيدة عن الملامح الحضارية لتركستان في القرن 11 بما يحويه من معلومات في الفلك والجغرافيا والتاريخ والأدب فضلا عن اللغة. وأهم ما فيه تلك الخريطة التي اشتمل عليها الكتاب، إذ تعتبر أقدم خريطة لآسيا، وفيها بين الكشغري في القرن 11 كروية الأرض قبل أن يثبتها في القرن 16 عالم الفلك البولندي نيكولاس كوبرنيك. من اللافت للانتباه أن الأتراك تركستان كان تحولهم للإسلام نقطة انطلاق لاهتمامهم بعلوم بعينها كالرياضيات والفلك من العلوم التطبيقية، فضلا عن اهتمامهم بعلوم الإسلام المعروفة من تفسير وجامع الحديث والفقه وغيرها. وبالإسلام صارت تركستان واحدا من مراكز الحضارة الإسلامية الكبرى ومنشأ العلماء والفقهاء. ومن نافلة القول الحديث عما قدمه علماء تركستان الكبرى من أسماء وقامات لا تبارى في الحضارة الإسلامية. حمل كل واحد منهم اسم إحدى مدنها الكبرى، فنرى البخاري صاحب الصحيح والنسفي والترمذي والنسائي والسمرقندي كلهم في علوم الدين، ونجد الكشغري في اللغة، ويوسف خاص حاجب في علم الاجتماع السياسي،
ونرى أولوغ بي وعلي القش وجمشيد الكاشي في الفلك والرياضيات وغيرهم في الطب والحكمة الفلسفة يعني كالفارابي. ومن الممكن أن نكشف عن الجهود التي بذلها مسلمو تركستان في الثقافة الإسلامية إذا درسنا كتب طبقات الأطباء والحفاظ والفقهاء والشعراء واللغويين والنحاة والمفسرين، فلا شك أننا نجد مادة غزيرة تلقي ضوءا على الجهود التي بذلها أبناء هذه البلاد. ولا شك أن بروز علماء من أهل تلك البلاد أمر لم يتم بين عشية وضحاها، بل لابد من أن يكون هذا الجيل من العلماء مسبوقا بجيل آخر مهد لظهور أمثالهم. ففي عهد القرخانيين تحولت مدينة كاشغر وبلساون وسمرقند إلى مراكز علمية وثقافية، وأسست في كاشغر مدارس عديدة أصبحت مركزاً لنشاط العلماء والشعراء الذين يفدون إليها من كل جهة من جهات آسيا. وقد وصف السمعاني مدينة كاشغر عاصمة الدولة القرخانية بأنها من ثغور المسلمين خرج منها جماعة من أهل العلم في كل فن. ويمكننا القول أن المدرسة الساجية هي أول مدرسة إسلامية نظامية أسست في كاشغر في عهد ستوكبخورا خان، وكان ذلك قبل المدرسة النظامية التي أسسها الوزير نظام الملك السلجوقي في بغداد في 459 هجرية. وقد أمدت تركستان مراكز الحضارة الكبرى بعلماء بارزين وفقهاء أعلام، فنذكر على سبيل المثال عالم الرياضيات والفلكي أحمد الفرغاني. وقد شارك فريق من العلماء في حساب قطر الأرض عن طريق حساب طول خط الزوال، وذلك تحت رعاية الخليفة العباسي المأمون في بغداد. ثم انتقل الفرغاني بعد ذلك إلى القاهرة وأشرف هناك على بناء مقياس النيل بها، هذا في العلوم العقلية والتطبيقية. وفي الفقه نجد علاء الدين أحمد بن محمد السيرامي الذي درس في مدارس تركستان، وكانت سيرام آنذاك في القرن الثامن الهجري جزءاً من الدولة القرخانية الشرقية، ثم ارتحل وسكن حلب واستدعاه السلطان المملوكي الظاهر برقوق إلى القاهرة ليتولى مهمة التدريس في المدرسة الظاهرية، فقدم القاهرة سنة 788 هجرية، وقد بالغ الظاهر برقوق في تعظيمه حتى فرش له سجادته بيده. كما يعد أبو علي الحسين ابن سينا من أول من كتب عن الطب في العالم الإسلامي، وظل كتابه القانون في الطب العمدة في تعلم هذا الفن في جامعات العالم حتى أواسط القرن السابع عشر. كان تفاعل الأناضول منذ زمن السلاجقة مع محيطها الجغرافي القريب، حيث مراكز الحضارة الإسلامية العريقة في العراق وسوريا وإيران ومصر وفي تركستان وما وراء النهر، كان له أثره في انتشار التقاليد العلمية التي تكونت في تركستان، انتشارها في الأناضول وإقامة شتى المؤسسات العلمية بها. فالمدارس التي ظهرت في زمن الغزنويين في مدن بخارى ونيسابور بوصفها معاهد علمية متطورة انتشرت في البلدان التي عاشت تحت سيادة السلاجقة الكبار، خاصة المدارس النظامية التي أنشأها الوزير نظام الملك، فقد انتشرت على نطاق واسع وشكلت نموذج للمدارس في العالم الإسلامي. كما كان العلماء ما وراء النهر دورهم البارز في النهضة العلمية التي شهدتها اسطنبول في زمن السلطان محمد الفاتح، إذ كانت سمرقند عاصمة للعلم والثقافة في زمن أولوغ بي، واستدعى أولوغ بي العلماء في الفلك والرياضيات إلى سمرقند، وبنى فيها مرصداً وضعت فيه الجداول الفلكية. ثم ارتحل هؤلاء العلماء إلى إسطنبول على أثر اجتياح المغول، فنقلوا معهم خبراتهم العلمية،
ولعل أبرز هذه الأسماء هو الرياضي والفلكي علي القجيو، الذي يعد أحد أهم الوجوه البارزة التي عملت في مرصد سمرقند. كان يعمل في المرصد الذي أنشأه أولوغ بي، وهو من العلماء النابهين، وقد دعاه السلطان محمد الفاتح إلى إسطنبول عقب وفاة أولوغ بي، فارتحل إليها واشتغل بالتدريس في مدرسة آيا صوفيا. كان علي القجيو عالماً موسوعياً، كتب أعمالاً مبتكرة في الرياضيات والفلك وعلم الكلام والصرف والنحو وأسهم في تطوير العلوم الرياضية عند العثمانيين، وقد وضع شرحاً قيماً للجداول الفلكية المسماة زيج أولوغ بي. وانتقد بطليموس في كتابه المسمى فائدة في أشكال عطارد، وهو كتاب قيم، وكان شرحه بالفارسية لهذا الزيج دقيقاً جداً، وانتقل عن طريق علي القجي إلى تبريز فإسطنبول، ومن هناك وصلت هذه الجداول إلى أوروبا. ومن الإنصاف النظر إلى تركستان الشرقية وإسهامها في الحضارة الإسلامية في إطار لغات الثقافة الإسلامية الثلاث التي احتوت وحملت جميع التراث الإسلامي، وهي اللغات العربية والفارسية والتركية. فهذا ديوان لغات الترك مكتوب بالعربية، وكتادوغلي مكتوب بالتركية الشغطائية، وأيضاً مؤلفات الأمير علي شيرنوائي بالشغطائية أو باللغة التركية الخاقانية، وزيج أولوغ بي وشروحه كتبت بالفارسية. بمعنى أن تقييم إذا أردنا أن نقيم الإنتاج الحضاري لمنطقة تركستان يجب أن ننظر إليه في هذه اللغات الثلاث، ولا نقتصر على اللغة التركية وحدها، لأن هذه اللغات الثلاث كانت كما هو معروف لحضاراتكم جميعا هي لغات الثقافة الإسلامية آنذاك. ولنا أن نقول أن علم الفلك الحديث في تركيا قام على الأسس التي وضعها مرصد سمرقند في زمن أولوغ بك. فهذا فاطين جوكمان المتوفى 1955 ميلادية، عالم الفلك القدير الذي عاش في أخريات الدولة العثمانية وأوائل العهد الأموري، وتولى إدارة مرصد قنديل لفترة من الزمان. فاطين جوكمان هذا درس المنهج الفلكي الذي وضعته مدرسة سمرقند وطبقته لتعيين بدايات الشهور الهجرية القمرية من زاوية علم الفلك الحديث، وطور هذا المنهج وصاغه بشكل يناسب الأسس العلمية الحديثة. وفضلاً عما قدمته تركستان للحضارة الإسلامية والحضارة الإنسانية بعامة في العلوم التطبيقية كالفلك والرياضيات والطب، فقد قدمت أيضاً تراثاً أدبياً كبيراً. ففي زمن القرخانيين حدثت نقلة للأدب الأيغوري، وأصبح استخدام اللغة الأدبية الأيغورية والتي عرفت أيضاً باسم اللغة الشغطائية والتركية الخاقانية ولغة كاشغر. استخدمت هذه اللغة أصبح استخدام هذه اللغة في التأليف من التقاليد المتبعة بين القبائل الناطقة بالتركية في تركستان وهارزم، حتى في المناطق التي تقع خارج سيطرة الدولة القرخاطانية. وبهذه اللغة كتب ظهير الدين محمد بابر كتابه المعروف باسم بابرنامة، وكتب الأمير علي شيرنوائي أشعاره بهذه اللغة إلى جانب الفارسية، وقدم يوسف خاص حاجب كتابه في علم الاجتماع. وهذه المؤلفات تحمل فكراً إنسانياً راقياً في الاجتماع والتصوف والسياسة، كما ظهر في تركستان رجال متصوفة كبار مثل أحمد يسوي وبهاء الدين نقشبند والماتريدي، وما زال تأثير هذه الشخصيات البارزة باق إلى اليوم في الثقافة التركية على عمومها. وأكرر القول إنه من غير الإنصاف النظر إلى إسهام تركستان في الحضارة الإسلامية على أنه مرتبط بالجزء الباقي منها اليوم تحت الاحتلال الصيني وتحت اسم تركستان الشرقية،
ونغفل ما قدمته بلاد ما وراء النهر وتركستان الكبرى التي تمثل يعني جزءا مهما في الحضارة الإسلامية، لأن اسم تركستان في الواقع هو الذي يحمل العمق التاريخي والحضاري لهذه المنطقة. ولا أود أن أطيل عليكم أكثر من هذا، وأشكركم لحسن الاستماع.